أنا أوصيكم على شيء، إذا كنتم مترددين ولا خايفين من شيء أنتم لا تخافون إلا من الله. إذا تبغون شيء اسألوا الله، لأنه فعلا المسيح هو ابن الله. أنا من نفسي شفته الله، أنا طلبت من الله يوريني في حلم، والحمد لله جاني في مجرد أسبوع وراني في حلم. إذا كنتم مترددين اسألوا الله، راح يوريكم، راح يبين لكم أن المسيح هو فعلا ابن الله. وغير كذا إن في أرواح كثيرة ضايعة الحين، ضايعة ما تعرف إيش تسوي من ناحية ديانتهم، مو عجبتهم ديانتهم يبغون يغيرونها. أنا عندي لكم أوصيكم أنكم بس تبحثوا عن الله، اسألوا المسيح، اسألوا عيسى، صدق والله حيجيكم وحيبين لكم يا في حلم يا حيجيك بفيجن، حيجيك قدامك يا ما صارت في ناس. هاللويا. والله حيبين لكم. هاللويا. واو. هاللويا. يعني هيك انت you obeyed the command. طبعا. نشرت الكلمة. هاللويا. يا رب أنا مبسوط جدا جدا. يعني أنا بس ممكن أحكي حاجة عن نفسي، عشان أنا كمان كنت مسلم، وأنا كنت متدين وكنت ملتزم بالإسلام. لكن لما كان عمري 15 سنة، أنت قديش كان عمرك لما الرب جالك؟ 21 سنة. 21 سنة. أنا كان 15 سنة عمري، وأنا كنت أتفرج على التلفزيون مثل المشاهدين الآن يعني اللي بيتفرجوا علينا، وهيك. وكان في واحد اسمه أورال روبرتس، هذا مبشر مشهور جدا في أمريكا. وهو كان يحكي عن قيامة المسيح وموت المسيح، وأنا ما كنت فاهم إشي. لكن لما كان يحكي فجأة الروح القدس انسكب علي. صدقني حسيت حالي، تعرف أنا حتى ما بقولش إني كنت مسلم وصرت مسيحي، أنا كنت ميت وعشت لما الروح القدس أجا. وهذا اللي بيصير مع كل شخص، ممكن يكون شخص مسيحي، ممكن يكون بوذي، ممكن يكون ملحد، ممكن يكون يهودي، ممكن بيهمش. يعني كلنا قبل ما يجي المسيح احنا روحيا ميتين، صح. محتاجين الروح القدس ينسكب علينا. وهي مكتوب في الكتاب، يقول الله في الأيام الأخير سأسكب من روحي على جميع البشر. طبعا. البشر في أمريكا، البشر في فلسطين، البشر في السعودية، البشر في مصر، البشر في الهند، البشر في أفريقيا، في كل العالم. هللويا. الرب يسكب من روحه على جميع البشر. يعني صحيح أنت فرحتي قلوبنا اليوم باختبارك الجميل. يعني أنت كمان صار عندك أحلام ثاني، ممكن تحكي لنا عن بعد الأحلام الثاني اللي جالك؟ أنا جتني حلم ثاني شفت فيها عيسى. نعم. والحلم هذا نفس الكلام اللي مكتوب فيه في الإنجيل، أنا شفته في الحلم قبل ما قريته في الكتاب. واو. بس عشان تعرفون حقيقة الحلم. نعم. كنا في يوم القيامة، وأنا كنت أحاول أنشر كلمة الله، وفي ناس كانوا مو راضين يستوعبون ويقبلون أنه عيسى هو فعلا ابن الله. هذا في الحلم؟ في الحلم. هذا في الحلم. أنا في الحلم كنت أسوي كذا. نعم. وأنا جالسة أحاول فيهم أقنعهم، أحاول أنشر كلمة، أعطيهم كذا كلمة من الإنجيل، وأنا جالسة أسوي نفس الشيء هذا. أرفع راسي وأشوف عيسى نازل من السحاب على الخيل الأبيض. واو. وكان مرة كبير وحجم عظيم، إحنا كلنا عارفين كيف السماء بيضاء. نعم. نور عيسى بياض ثاني، بياض غير عن بياض السماء. هذا مكتوب في الكتاب كمان. أيوه. صح. هذا اللي شفته. نعم. وأنا نظرت فيه، عرفت اللي حسيت براحة، حسيت إنه صاحبي من زمان حسيت براحة لما شفته، مع إنه منظر عظيم ومنظر يخوف. أنا حسيت براحة وناظرتهم، شوفوا هذا هو، هذا اللي جالسة أقول لكم عنه. هللويا. ناظروا وكلهم مع أنهم شافوه، نصهم أقبلوه ونص الثاني عيوا. واو. لأنه هذه هي حقيقة الدنيا، إنه في ناس ما حيقبلون. نعم. حتى لو يشوفوا المسيح أيوة ما زال حيظلوا ميتين من جوا. واو. هذه هي حقيقة الدنيا. بس الحمد لله نص العالم لما شافوه أقبلوه، شافوا عظمته، لأنه نازل يوم القيامة، كان نازل على إسرائيل. واو. وأتذكر هذا آخر حلم شفت عيسى فيها. واو. بس غيرت حياتي. وممكن كيف تحكي لي يعني
كيف كان رد فعل الناس؟ يعني أنت بالحلم؟ لا، في حياتك الآن. يعني في ناس بيعرفوا عن إيمانك، وكيف كان رد فعلهم؟ آه، أي ناس، العرب ولا العرب أو أصدقائك ولا؟ بصراحة العرب هم معطيني حريتي الحمد لله، يعني مع أنهم ضد الشيء هذا تقبلوه لأنه خياري أنا، أيوة. وكل واحد يسوي اللي هو متوقع ربي مهم. يبغاه يسويه. فهو يعني الحمد لله الله مسهل عليه أشياء كثيرة، وما حد يعني الحمد لله ما شفت أشياء معاملة سيئة. نشكر كلهم الرب. متقبلين. نشكر الرب. ومن ناحية الأجانب الأمريكانز مرة مبسوطين، مرة نعم. مبسوطين إنه يشوفون المعجزة، إنه واحدة سعودية تقبل عيسى. هللويا. الحمد لله. نشكر الرب. يعني يعني صحيح المسيح بيعلمنا عيشوا مع كل الناس بالسلام. بالسلام. يعني ومكتوب كمان يعني بالانجليزي بيقول as much as it is in your power، يعني قد ما هي في قوتك انت عيش بالسلام مع الناس. الرب ما بده ايانا نعيش دائما يعني بالمشاكل وبالغضب والعداوه مع الناس. الرب بده ايانا نعيش بالسلام. هذه مشيئة الرب، يعني مكتوب هيك. عشان هيك أنا مبسوط إن أنت لقيتي قبول بين الناس وحتى بين العرب، يعني الحمد لله. بالنسبة لإيمانك. وممكن يعني أنت الآن بتحضري كنيسة؟ إيه الحمد لله. وهل بتشتركي في الخدمة فيها؟ أشترك معاهم 4 مرات 4 أيام في الأسبوع. نعم. إيش ممكن تحكي لنا يعني إيش اللي بتعمليه؟ احنا طبعا يوم الأحد نروح نعمل Sunday service. نعم. في نروح في Mondays وفي Thursdays وفي Tuesdays. هي عبارة عن نجتمع ونجيب ناس ما يؤمنون بعيسى، ما يؤمنون فيه. نعم. وندعي، وفي طبعا يغنون أغاني، في باندز يجون يغنون، وإحنا طبعا معاهم ونساعد الناس هذول اللي يبغون يقبلون عيسى بس مو عارفين شلون. نعم. هللويا. ويعني الحمد لله كل يوم. واو، صحيح. يعني اختبارك، يعني نشكر الرب يسوع من أجلك ومن أجل طاعتك للأحلام اللي يجولك من الرب. ويعني ذكرتينا إنه إلهنا حي طبعا. وذكرتينا عن محبة المسيح لكل الناس. عشان مكتوب في الكتاب هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وممكن من المشاهدين بس أشجعكم اليوم زي ما عملت أختنا. ممكن أنتوا اليوم شاكين، ممكن أنتوا اليوم في جواكم جوع أو عطش روحيا، وتتمنوا إنه الرب يجي ويروي هذا العطش اللي فيكم. أشجعكم تعملوا زي ما عملت أختنا. قل لله يا الله، إذا المسيح هو ابنك، إذا المسيح مات على الصليب عشاني، يا رب تعال واثبت لي محبتك، خليني أعرف محبتك. يا رب أنا محتاج إنك تروي العطش اللي فيه، عشان إلهنا حي وهو موجود وهو عندك الآن وهو بحبك بمحبة أبدية. وأنا نشكركم المشاهدين على وجودكم معنا في هذه الحلقة خاص من البرنامج إله المعجزات على قناة حررني يسوع. ونتمنى نكون معكم في المستقبل وربنا يكون معكم.